مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. العتاب مش كله زعل، ده أوقات بيكون حب. مش كل اللي بيعاتبك زعلان، في ناس بتعاتب عشان لسه بتحبك ولسه عندها أمل فيك ولسه مش قادرة تشوفك بعيد. اللي بيعاتبك مش بيزعلك، ده بيقولك لسه فاضل في قلبي مكان ليك، لأن العتاب عمره ما كان خصام. العتاب دايما بداية لمسامحة من اللي لسه بيحب. العتاب أحيانا بيكون نداء أخير من قلب لسه بيحاول، مش عايزك تبعد، مش قادر يسكت، فبيحكي اللي بيعاتبك لسه شايف اللي بينكم يستحق يتصلح. الناس ساعات بتفهم العتاب غلط، بيفتكروا إنه لوم أو ضغط، بس الحقيقة اللي بيعاتبك بيديلك فرصة توضح، تصلح، ترجع اللي اتكسر، فرصة تقوله أنا آسف بس أنا لسه متمسك بيك. تعالوا أحكي لكم قصة لشخصية كتبت لي في رسائل الصفحة، اسمها هالة، يمكن ناخد منها برضو معلومة. هي بعتت لينا على الرسائل بتقول لنا حكايتها. هالة كانت دايما تعاتب صاحبتها: زعلت انك نسيتيني يوم فرحي، كنت محتاجاكي جنبي. كانت بتقول لها كده مش عشان تزعلها او تلومها، لكن عشان تلاقي تفسير. كانت بتدور على مبرر يخليها تسامح. تقول لنفسها يمكن كانت مشغولة، يمكن نسيت، بس ما كانتش عايزة تفقدها. العتاب مش دايما هجوم، في ناس بتعاتب وهي بتداري جواها وجع كبير، بتحاول تفهم، بتحاول تبرر، لأنها مش عايزة تظن فيك ظن وحش ولا تشوف غير الشخص اللي هي حبته. العتاب نوع من أنواع الحب، حب بيحاول، بيتشبث، بيقاوم البعد، بس كمان ليه طاقة لو استهلكت بيسيب وراه صمت تقيل قوي. لما حد يعاتبك اسمع كويس، لأنه بيشرح لك المشكلة وبيديك الحل في نفس الوقت. بيقولك أنا كنت محتاج منك كذا وكذا، بيقولك أنا زعلان علشانك مش منك. والعتاب عمره ما بيجي من حد مش فارق لك. اللي مش بيحبك مش هيكلف نفسه يشرح ولا يوجع قلبه عليك. طب نعمل ايه؟ اسمع العتاب بعين القلب مش بودنك بس. اوقات الكلمة اللي وجعتك فيها نداء للصلح. كمان افهم الرسالة ورا الكلام. اللي بيعاتبك بيقولك بين السطور أنا زعلان بس مش عايز أخسرك. ما تستخفش بالمواقف الصغيرة، الناس بتفقد بعضها بسبب موقف واحد ما خدتوش ببساطة. لو بتحب حد خليك سريع في التوضيح، العتاب لو اتأخر بيقلب جرح. كمان خليك واعي امتى تسكت، ما تفضلش تعاتب حد ما بيحاولش يفهمك. العتاب لازم يكون رايح للي يقدر. هل حصل معاك قبل كده انك عاتبت حد عشان تديله فرصة أخيرة؟ ويا ترى كان يستاهل ولا وجعك أكتر؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، وخلي في قلبك كمان وعي إن اللي بيعاتبك بيحبك، بيديلك أعذار كتيرة، هو عايز يشوفك دايما في شكل كويس. العتاب هيسكت والبعد هيتكلم. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة.